أمه غيلان بشراك يا فتاة مرضيات أمته مرات فازت به وجات حليمة السعداء من فضلك العظيم بجودك العظيم تولى عن أمه كل كرب خصهم الله تعالى برضاه وحج منهم في القابل 12 رجلا وبايعوه بيعة الحق إياه ثم انصرفوا وظهر الإسلام بالمدينة فكانت معقلا وقدم عليه صلى الله عليه وسلم في الثالثة 70 إلى 5 أو 3 وامرأتان من القبائل الأوسية والخزرجية فبايعوه وأمر عليهم 12 نقيبا جحافحة سراء وهاجر إليهم من مكة ذو الملة الإسلامية وفارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هجر الكفر وناواه وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه من الفورياء فأتمروا بقتله فحفظه الله تعالى من كيدهم ونجاه إرآسا لنبوته وإعلانا بأنه مختار الله تعالى ومجتباه فزيدت السماء حفظا ورد عنها عن مردة وزبر النفوس الشيطانية رجمت نجوم النيران كل رجيم في حال مرقاه فتكلم إليه صلى الله عليه وسلم الأنعم الزهرية واستنار بنورها وهذا الحرم نورها صلى الله عليه وسلم نورا على الظهر نورا سابقا فرآه من الله مبتلاه ومغناه وانصب عيون الكسرى بالمدائن الكسروية الذي رفع آل شروان سلكه وسواه وسقط 14 من كفاته العلوية وكسر سبيل الملك كسر لحول ما أصابه وحواه قال إني أراه سيد العالمين
عن